كيكة يومية تقدروا تعملوها كل يوم. كيكة الفانيليا والشوكليت بجد طعمها لذيذ وهشة جدا. كيكة اقتصادية مكوناتها كلها تكون موجودة عندكم، تقدروا تعملوها في أي وقت، طعمها بقى يجنن. أول حاجة هنضرب 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ومعاهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان كوب من السكر الأبيض. هنضربهم كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر داب، عشان ما يكونش مخرز معانا في الكيك. هنا السكر اتأكدنا ان هو داب كويس. هننزل بنص كوباية من الحليب الدافي ونص كوباية من الزيت. هنضربهم كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض، وكده الخليط السائل بقى جاهز معانا. بعد كده المكونات الجافة هنستخدم 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام، ونعمل الحركة دي لازم ننخله كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات في الكيك، عشان يطلع مظبوط معانا ومفهوش ولا غلطة. بعد كده حطيت باكت من البيكنج باودر، حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واخر حاجة حطيت رشة بسيطة من الملح. بعد كده هننزل بالخليط السائل على المكونات الجافة، وهنضربها بالمضرب اليدوي او مضرب كهرباء المتاح عندكم. هنضربها كويس جدا لحد ما المكونات كلها تجانست مع بعض، وده السمك النهائي المفروض نوصله للخليط. بعد كده اخدنا حوالي كوباية او كوباية وربع من الخليط بالشكل ده. هزود بقى عليه معلقتين كبار ممسوحين من الكاكاو الخام الغير محلى، وهبتدي ان انا اقلبه بالشكل ده. هتلاحظوا ان الخليط بقى سمكه تقيل. نزلنا عليه بمعلقتين كبار من الحليب، وهنقلبه بالمضرب لحد ما نوصل للسمك المطلوب زي خليط الفانيليا بالظبط. بعد كده هنحضر صينية الكيك، هندهنها بمعلقة كبيرة من السمنة. السمنة بتدي تيست حلو جدا للكيك. وبعد كده هنحط عليها معلقتين كبار من الدقيق، وهنقلبها في الصينية من جميع الجوانب بالطريقة دي لحد ما الكفر يغطي كله الصينية. هننزل الأول بالفانيليا ونوزعها في الصينية في جميع الاتجاهات. هنحرك الصينية بنفس الطريقة اللي أنا بعملها، تتفرد معاكم بمنتهى السهولة. بعد كده هجيب خليط الشوكولات، هحط دواير بالشكل ده. حطيت 3 دواير قصاد بعض، 3 و3، وفي النص هحط دايرتين. هجيب بقى ستيك بتاع شيش طاووق او اي حاجة متاحة عندكم، هعملها بنفس الطريقة من الدايرة للي بعدها، وفي الاخر بلفهم على بعض. اتفرجوا على الفيديو كذا مرة عشان تعرفوا تعملوها بنفس الطريقة على هيئة فروع شجر، هتطلع معاكم ممتازة. بعد كده على فرن سخن درجة حرارة 180، الرف الوسطاني، حوالي نص ساعة 30 دقيقة، وهتطلع معاكم خطيرة. تعملوا لها اختبار بالستيك من النص، الستيك هيطلع معاكم نظيف. كده الكيك بتاعتكم بقت تمام. شايفين بقى؟ طلعت هشة وتحفة. بنسيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده بتبتدوا ان انتوا تقطعوها، هتطلع معاكم ممتازة، هشة جدا وطرية، وبتدوب في البق. بجد طعمها خطير وحلوة جدا للأطفال. هستناكم بقى ضروري تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. وكمان هستنى الكومنتس بتاعتكم.